السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. شايفين الحلاوة بقى؟ احلى زبادي رمضان، كل سنة وانتم طيبين. معايا كيلو من اللبن ومعايا علبة زبادي، وهستخدم ايس كريم فراولة للزبادي بالفراولة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. انا جبت كيلو اللبن، غليته وسبته يبرد لغاية ما زي بقى دمع العين كده. وبجيب علبة الزبادي بضربها كويس جدا، يا تجيبيها بلدي يا زبادي عادية. المهم الضرب مهم جدا. خلي بالك عشان لو ما ضربتيش كويس هتفصل منك، مش هتقدري تضربي. اضربيها في الخلاط، حطي علبة الزبادي ومعاها كيلو اللبن واضربيهم في الخلاط. المهم ان في ناس الزبادي بتقع منهم في الكوباية، بيبقى فيها مية كتير، بيبقى عيب الضرب. الكوبايات دي ناشفة كويس جدا. وتبتدي تملي الكوبايات كده، وتعالي بقى نعمل اللي هي بالفراولة. بجيب ايس كريم اللي هو بالفراولة من اي سوبر ماركت او باي طعم انت عايزاه، وبتحطي منه معلقتين على الكميه اللي انا شايفاها دي. اللي انت شايفاها دول تقريبا نص كوبايه من اللبن. نص كيلو من اللبن. بصي بقى، بتحطي لغايه ما تلاقي اللون هو ده اللي انت حباه. بس كده، شفتوا سهله ازاي؟ واحلى وانضف من بره. وببتدي برضو ان انا اعبي في كوبايات ناشفه زي ما انتوا شايفين كده. الاول مره يشوف قناتي ما ينساش يشترك فيها ويفعل زرار الجرس على الكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا اشعار بيه. وهنبتدي نرصها في صينيه. وهنعمل ايه بعد كده؟ هنحط عليها ميه مغليه. يعني بترصي الكوبايات في صينيه وميه مغليه، وتفتحي الفرن تشغليه 10 دقايق وتطفي عليه. بتدخل على فرن مطفي، بيكون متسخن قبل كده. وبتحطيها تقريبا بتقعد 4 ساعات، من 4 ل6 ساعات. انا بغطي وشها كده. لو مش عايزه تغطيه مش مهم، بس انا بغطيه عشان لما ادخله التلاجة ما يلقطش اي طعم، وفي الفرن وشه برضو ايه ما ينشفش. فبغطيه بالمنظر ده. ودخلته التلاجة، قعدته ساعتين قبل ما اكلها. وبصوا بقت بالمنظر التحفه ده ما شاء الله. حلوه قوي ومتماسكه، تقلبي الكوبايه ما تقعش منك. تعرفي ان دي الناتج الحلو للزبادي. عايزه تغطيها قبل ما تدخليها الفرن غطيها. عايزه تغطيها بعد ما تطلعيها الفرن اللي هي وهي داخله التلاجة، غطيها. بصوا ما شاء الله القوام تحفه ازاي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش اللايك، واسيبكم في رعايه الله. ومع السلامه.